أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن يوميل دولنيس، بنت قوية جدا بس غبية شوية. اتولدت من جديد في عالم تاني كزعيم في لعبة فيديو، وافتكرت انها ماتت وهي كبيرة في اليابان. وعشان تعيش حياة هادية يوميل قررت انها توصل لأعلى ليفل وهي صغيرة وتفضل بعيدة عن الأنظار. بس للأسف بقت حديث الأكاديمية من أول يوم بسبب قوتها الخارقة، واتعرضت لتنمر كتير، بس في الآخر ورتهم قوتها. وبنتعرف كمان على واحدة من تعويذاتها المشهورة، وهي تعويذة الثقب الأسود اللي ما بتترددش أبدا إنها تستخدمها في رحلة يوميل عشان تعيش في سلام. بتقدر إنها تروض تنين وبتبقى السيدة بتاعته على طول. في حلم واحد بيراودها، بتحلم إنها تصاحب بطلة اللعبة ويخلصوا على سيد الشياطين مع بعض. بعد كده بنتعرف على بنت صغيرة اسمها إليسيا، بتوصل البلد وبتنزل من عربيتها وبتشوف ست كبيرة مريضة، فبتستخدم سحرها عشان تشفيها. وبسبب كده بتوصل متأخر للأكاديمية الملكية، وبتقابل واد متعجرف مش راضي يفتح لها البوابة. يعني هي خلاص وصلت، افتح لها البوابة وخلاص. الواد بيقول لها ان في طريق فيه حيطة مكسورة ممكن تدخل منه. لما بتخلص من الواد الغلس ده بتوصل للحيطة وبتقابل واد شعره أحمر اسمه ويليام، بيساعدها تطلع. وهو بيساعدها للأسف وقعت من السقف وجر إليسيا معاه. ولحسن الحظ وقعت على واد اسمه إدوين، وده الأمير التاني لمملكة فشاين. لكن بعد كده المدير زعق لهم واداهم عقوبة إنهم يعملوا مهام إضافية لمدة أسبوع. إليسيا بتوصل أوضتها وبتسمع حراس المدرسة بيدوروا على متسلل. إدوين فجأة بينط من شباكها وبيقول لها إنه بيحقق في حاجة، وبيترجاها تسيبه يقعد عندها شوية. تاني يوم إليسيا بتخبط في بنت شعرها أسود، هالتها تخلي الواحد يخاف. وبعدين بنشوف مشهد إن إليسيا والشباب اللي قابلتهم بيشتغلوا مع بعض عشان يهزموا البنت ذات الشعر الأسود دي. وهنا بنكتشف إن العالم ده لعبة فيديو اسمها لايت ماجيك أند ذا هيرو، والبنت ذات الشعر الأسود هي يوميل دولنيس، وهي الزعيمة الأخيرة. يوميل افتكرت ذكرياتها كطالبة جامعة يابانية قبل ما الشاحنة تعمل اللي عملته فيها، وبعدين اتجسدت في عالم اللعبة. يوميل قررت إنها عايزة تعيش حياة هادية من غير ما تبقى زعيم المرة دي. لكن حس الجيمر اللي عندها اشتغل، وبدأت تشتغل على نفسها من صغرها عشان توصل للليفل العالي. وفي النهاية وهي عندها 15 سنة وصلت للأكاديمية الملكية. بنرجع بعد كده للحاضر. يومير قاعدة في حفلة الافتتاح، وبعد الخطاب الطلاب بدأوا يقيسوا الليفلز بتاعتهم. ولما يوميل بتختبر الليفل بتاعتها بتكتشف انها ليفل 99، وده معناه وداعا لأي أمل في حياة هادية كانت عايزاها. والكل بيبقى مصدوم ومش مصدق ليفل يوميل العالي، فبيقرروا يختبروها تاني بكريستالة مختلفة، والنتيجة بتفضل زي ما هي. وساعتها بيتهموها انها لعبت في الكريستالة. شوية الحمقى دول ما قدروش يتقبلوا انهم ضعفاء قدامها، وبدأت اشاعات تنتشر انها غشاشة ومحتالة. بس يوميل تجاهلت كل الكلام ده. وكده بنلاحظ ان إليسيا البطلة الرئيسية اتشالت من الاضواء في اللعبة. بعد الحفلة في بوفيه، بس يوميل بتمشي بسرعة. ويليام بيوقفها وبيبدأ يتهمها انها استخدمت حيل في تقييم الليفل بتاعها. وإدوين هو كمان بيجي وبيقول انها داست على مجهود ويليام كله، لانه كان بيتمرن كتير عشان يوصل للليفل 10. اوزوالد هو كمان بيظهر، بس يوميل مش عايزة غير انها تبعد عنهم، فبتنجح تخلي الشباب يصاحبوا إليسيا. وهي بتمشي بترجع لأوضتها على طول، وخدمتها ريتا بتقدم لها كوباية شاي. تاني يوم في الدراسة بتبدأ، بس الإشاعات ما وقفتش. في تمرين السيف ويليام بيقرر يتحدى يوميل، فبتمسح بيه الأرض بسهولة، بس الغبي ده ما بيستسلمش فبتطيره بعيد. وهنا المدرس بيضطر ياخده لأوضة التمرين، وباقي الطلاب بقوا خايفين فشخ منها. يوميل كملت تمرين السيف، بس كل ضربة كانت بتعمل ريح قوية في المكان. البنت دي فعلا عندها شفرات الغش، وبدأت حياتها الجديدة بقوة مفرطة. بعد كده كان عندهم درس سحر عملي،
ولازم يهاجموا درع، والكل قدر يضرب ضربة حتى اوزولد اللي ورى انه بيتقن العناصر الاربعة الاساسية، وكان متفشخر بقد ايه لما جه دور يوميل استخدمت سحرها الاسود وفككت الدرع بسهولة. وهنا المدرس حاول يقول للطلاب ان السحر الاسود مش حاجة شريرة، بس هما كانوا خلاص مرعوبين من اللي شافوه. كبرياء اوزولد اتدمر وداعا لكونه عبقري السحر. فإدوين والمدير بيظهروا بخطاب لطرد يوميل لأنهم لسه مصرين إنها بتغش، لكن المدرس السحر بيحاول يدافع عنها وبيشرح إن يوميل مستخدمة لسحر أسود نادر، وعشان تثبت قوتها يوميل بتعمل ثقب أسود ضخم في السماء بدأ يمتص كل حاجة. ولحسن الحظ خلت إدوين يتحمل المسؤولية قبل ما تستخدم التعويذة. بعدين وقفت التعويذة وبصت لإدوين اللي كان مصدوم زيه زي الكل، ويمكن دلوقتي يتقبلوا اخيرا انهم ضعفاء قدامها. بعد حادثة الثقب الاسود يوميل بتستدعى للقلعة الملكية عشان تقابل الملك والملكة. الملك هناك بيعتذر لها عن تصرفات موظفين الاكاديمية، وبيقولوا انه كان لازم يطردهم ويقطع رقابهم عشان ما ينفعوش. بعدين بيقول لقائد فرسانه ادولف يختبر قوة يوميل، وهنا ادولف بيطلع اقوى هجوم عنده عليها وهي بتتفادى الهجوم بحركة من عندها. ادولف بيصدق انها فعلا بتوصل للليفل 99، وعمري ما شفت حد بيتفادى هجوم بانحناء زي دي. البنت دي حرفيا مجنونة. بعد ما الكل شاف عرضها للسحر الاسود، كبير سحرة القصر بيشرح ان السحر الاسود مش وحش لكن هو نادر، ويمكن عشان كده الناس بتخاف منه. وهنا يوميل بتشرح ازاي بقت قوية للدرجة دي، وده بيخلي الكل يفتكر انها مجنونة تماما، لكنها بتتعهد انها تكون سيف للمملكة وتحميها عشان تحافظ على السلام. بعد كده بيتم استدعائها لأوضة الملكة. الملكة بتقول لها ان سيد الشياطين هيرجع بعد سنتين وعايزة مساعدتها في هزيمته، وبنعرف ان يوميل كانت ناوية تعمل كده اصلا، بس الملكة كانت عايزة حد من العيلة الملكية هو اللي يقتل سيد الشياطين. الملكة بتطلب منها تتجوز إدوين، بس يوميل بترفض على طول. لازم تكون بتكره الأمير ده، كمان بتعرف عن فصيل متطرف ضد الملك بيقودوا الدوك هيلرز، وحتى أهلها بيدعموا الفصيل ده وده ما بيساعدهاش أبدا. بيتقال لها تخلي بالها وتحرس ظهرها، فبترجع البيت وريتا بتديها صور نبلاء أبوها اقترحهم للجواز، ولازم يكون صعب تكبري مع أب غبي وما ينفعش زي ده يكون أبوكي. في الأكاديمية بقى الطلاب بدأوا يتقبلوها بالراحة وما بقوش شاكين فيها زي الأول، يمكن أخيرا فهموا إنهم تافهين فعلا قدامها. إدوين هو كمان اعتذر لها لو يقدر يسمي ده اعتذار. فوق كده نبلاء كتير بدأوا يحاولوا يتجوزوها وهي بترفضهم، لكن للأسف بعضهم كان غبي جدا وما بيفهمش. بعد كده بنروح ليوميل اللي بتخبط في إليانورا بنت الدوك هيلروز. إليانورا زي البنت المتعجرفة في المدرسة اللي كل البنات بيبوسوا رجليها عشان ينالوا رضاها. يوميل ما استحملتش وجودها وكانت عايزة تهرب بأي طريقة، لكن للأسف بيتم استدعائها لحفلة شاي، فبتضطر تتظاهر إنها مهتمة. إليانورا بتقول لها تبعد عن الأمير إدوين، بس يوميل أكيد مش مهتمة بالواد ده أصلا. بعد كده يوميل بتروح الكافيتيريا عشان تاكل، وإليسيا بتقرب منها وبتسألها لو هي سيد الشياطين. إليسا بتقول إن إدوين قال لها إن سيد الشياطين هيرجع بعد سنتين، وهما بيتكلموا إدوين والشباب بيظهروا وبيتصرفوا كأن يوميل بتعمل حاجة وحشة لإليسيا. الأمير الغبي بيفضل يزعق وبيتكلم عن سيد الشياطين، وويليام كمان بيفتكر إن هي سيد الشياطين. الأمر اللي بيستوقفني هنا إزاي الأبطال في اللعبة دي غبيين كده. هنا يوميل بتحاول تديهم نصايح ازاي يرفعوا الليفلز بتاعتهم، بس بتبقى مجنونة في نظرهم، والشباب بيمشوا بعد ما سمعوا الهبد بتاعها وفاكرين انها بتبقى عايزة تموتهم. بعد شوية يوميل بتشك ان إليسيا ممكن تكون اتجسدت هي كمان زيها لانها حذرة شوية منها، فبتراقب إليسيا طول الوقت بس ما بتلاقيش عليها اي حاجة غريبة، وهي بتراقبها بتتلخبط بسبب قطة وبتحاول تلعب معاها، بس
بس القطة بتجري منها، وحتى الحيوانات بيبقوا شايفاها خطر ومش عايزين يتعاملوا معاها. بعد كده يوميل بتلاحظ ان في واحد من زمايلها بيبص عليها وزي ما يكون بيراقبها، وبعدين بتشوف إليسيا بتذاكر مع إدوين اللي بيقول لها ما تعمليش افتراضات ان يوميل هي سيد الشياطين. ويا فرج الله اخيرا الامير عنده شوية عقل. إليسيا بترسم ظل اسود في كراستها وبتقول ان ده شكل يوميل بالنسبة لها، وده ممكن بسبب سحرها العظيم. وبعد كده يوميل بتروح مكتب المدير وبتقابل المدير الجديد رونالد اللي اتعين بأمر من الملك، وبيقول لها ان المدير القديم قدم استقالته. وهناك رونالد بيطلب منها تبقى جزء من الإدارة لما يرجعوا دروس الميدان تاني. يوميل ما قدرتش تتخلص من إحساسها إن الراجل ده غريب ومقزز في نفس الوقت. في الدروس الميدانية بتلاحظ إن التدريب مش كفء، وبتحس إن في طريقة تخليهم يرفعوا الليفلز بتاعتهم بسرعة. وهناك بتخبط في باتريك زميلها اللي شافها قبل كده مع القطة اللي هربت منها. هو كمان عنده نفس فكرة تغيير طريقة التدريب لأنه شايف إن الطريقة الحالية مش شغالة. والاتنين مع بعض بيقرروا أخيرا إن المجموعة تقدر تتعامل مع وحوش أكتر. البنت المجنونة دي بتستخدم ناي عشان تستدعي وحوش أكتر للميدان. مش عارفين بتحاول تموت زمايلها ولا إيه، لكن لحسن الحظ هزموا الوحوش بمساعدة توجيهات باتريك. بس يوميل استغربت ليه باتريك متعصب منها. البنت دي فعلا ما ينفعش حد يتعامل معاها. بتستدعي الوحوش تاني بس بتستخدم سحرها عشان تربطهم، وده بيخلي هجوم المجموعة يبقى أسهل في التدريب. لكن فجأة باتريك بيتعرض لهجوم، بس يوميل بتهزم الوحش وبتشفيه بسحرها الأسود. كده يوميل بتفضل تستدعي الوحوش وبتربطهم كذا مرة. يوميل بيتم استدعائها في الآخر لمكتب رونالد المدير الجديد، وبيحذرها ما تستخدمش الناي تاني أبدا لأنه اتفاجئ إن السحر الأسود بتاعها عنده خاصية الشفاء. وهناك يوميل بتفشخر أكتر بقدراتها وبتقوله إنها مرة أعادت زراعة دراعها لما كانت صغيرة، لأن بقى بنكتشف إن دي فعلا كابوس ومرعبة. نوع العيال ده لازم توديهم لعملية طرد الأرواح. وهنا رونالد بيقول لها إنه ممكن يحتاج مساعدتها مع تدريب مجموعة إدوين، لأن الأمير والاتنين التانيين بيحبوا يسرقوا الأضواء، فبيمنعوا الطلاب التانيين يقتلوا وحوش ويرفعوا الليفلز بتاعهم. بعدين بيديها مادة المفروض يتعمل منها درع، بس فريق تطوير السحر عايز يختبر قوتها فبتلويها بسهولة، بينما رونالد مش قادر حتى انه يحركها. البنت دي محتاجة طرد ارواح فعلا. بعد كده بدأت تقضي وقت اكتر مع باتريك في دروس التدريب الميدانية. يمكن اخيرا والله اعلم لقيت حد تحبه، وهناك ما بتبقاش قادرة تتحكم في قوتها فبتطيره بعيد، بس بتشفيه وبتنقذه. باتريك بيقول لها انه حذر منها انها ممكن تكون فعلا سيد الشياطين بسبب شعرها الاسود الغامق، لكنه بيقول لها عمري ما احتقرك عشان كده، واظن ده تناقض من نوع ما. بعدين أليسيا بتبدأ تفكر في دوافع يوميل الحقيقية واسباب ان عندها سحر اسود، وفي درس الميدان الجاي بيحطوها في مهمة الاسعافات وبيقولوا لها ما تستخدمش الناي تاني ابدا. وهي بتبص من الملل بتبدأ تلعب حجر ورقة مقص بسحرها الاسود، ودي احزن حاجة شفتها في حياتي. يوميل كانت بتدور على طريقة تزود كثافة التدريب، واقترحت انها تجرح زمايلها وتشفيهم عشان يركزوا اكتر. وليه دايما بتكون الطريقة الاغرب اللي بتفكر فيها بتخليهم يختاروا بين الناي وانها تجرحهم زي ما تكون فعلا سيد الشياطين. وفي الاخر بتستخدم الناي. باتريك بيجري ينظم الكل في تشكيله وبيهاجموا الوحوش. يوميل ساعتها بتبدأ تقلق ايه رأي باتريك فيها، وبتزعل جدا من فكرة انه ممكن يكون بيكرهها. بعد المعركة الطاحنة الكل بيمدح باتريك، بينما يوميل بتتساب لوحدها بسبب تصرفاتها المجنونة. بعدين أليسيا بتيجي تعتذر ليوميل عشان افتكرت في يوم من الايام انها سيد الشياطين. وإدوين هو كمان بيظهر وبينط في الكلام، ولما بيسمع ايه اللي عملته يوميل في درس الميدان بيقول لها ان انت فعلا تهديد
تهديد حقيقي للمملكة. لكن باتريك أبو قلب طيب بيظهر وبيدافع عن تصرفاتها، وإدوين بيمشي مع أليسيا، ويوميل بتعتذر لباتريك على كل المشاكل اللي سببتها. وهنا بتدرك إنها عايزة تبقى صاحبته، بس حاسة إن ده كتير عليها. يوميل بتقضي أجازة الصيف بتتمرن على السيف مع باتريك. العصفورين الحلوين دول قرروا يفضلوا في الأكاديمية بينما الكل رجعوا لبيوتهم. بتقضي العصر بتساعد البنات في واجباتهم، وبتحاول تقنعهم يدخلوا دهاليز عشان يرفعوا الليفلز بتاعتهم. بعد كده بتقابل أليسيا في المكتبة، وأليسيا بتطلب منها دروس كتير في السحر، بس مفيش معلومات كتير عن سحرها الأسود، وحتى المحاضرين مش عارفين يعلموها. يعني ايه فايدتهم اصلا؟ أليسيا ساعتها بتدخل في الموضوع على طول، ويوميل بتوافق تساعدها. بحركة حظ يوميل بتنصحها تستخدم اي ذكريات فيها سحر، ومعرفش ازاي الفكرة المجنونة دي اصلا كانت حاجة منطقية لأليسيا، بس في الاخر شكرتها ومشيت. بعد كده باتريك بيجيب لها حلويات من الملكة، ويوميل بتطلب منه ان هو يجي اوضتها عشان ياكلوا مع بعض. وبعد شوية بيتحركوا مع بعض وبيوصلوا للكافيتيريا عشان يقعدوا شوية. في اجازة الصيف بتخلص، والاكاديمية بتعمل بطولة فنون قتالية. يوميل ما كانتش عايزة تشترك، بس غيرت رأيها لما سمعت ان الجايزة فيها تعويذة بتزود السحر الاسود، ومش المفروض هي خلاص بقت في اعلى ليفل؟ قد ايه هي طماعة وعطشانة للقوة. بتجري تقول لرونالد انها تشارك في المسابقة، وبيظهر ان رونالد هو اللي نظم الموضوع ده كله بس عشان يوري يوميل للنبلاء. بتظهر طبعا في المباريات بقوة مفرطة، وكل اللي في فريقها بيندموا على طول انهم شاركوا اصلا. وساعتها ويليام بيعتذر لها عشان شك فيها قبل كده، لانه سمع من ادولف ان الليفل بتاعها فعلا حقيقي. كل خصوم يوميل بيستسلموا لما بيواجهوها، ما عدا ويليام اللي بيقرر يواجهها بسيفه السحري. ولما شافت ان سيفها هيتكسر بتكسر سيف ويليام بسرعة وبتكسب الجولة النهائية. هو ليه تحداها اصلا؟ دي مجنونة يا عم. بيروحوا للمرحلة النهائية اللي بيتصنف فيها الطلاب بناء على عرضهم للسحر. إدوين وإليسيا بيعملوا كويس في المسابقة، بس أوزولد بيبهر الكل وبيجيب 100 درجة، وبيتفخر قدام يوميل وبيقول لها إنها مستحيل تتعدى درجته. دايما بحب الغرور قبل السقوط الكبير. يوميل بتستخدم تعويذة الثقب الأسود ومن غير قصد بتعمل إعصار. الحكام ساعتها بيدولها 300 درجة من الخوف عشان ينقذوا نفسهم. يوميل الطماعة بتكسب المسابقة وبتاخد التعويذة اللي بتخليها أقوى، وبسبب عرضها المجنون في بطولة الفنون القتالية الطلاب زمايلها رجعوا يبعدوا عنها تاني. لكن باتريك أبو قلب حنين هو الوحيد اللي لسه بيكلمها. الواد ده لازم يكون سايكوباتي. إدوان بيظهر فجأة وبيتهمها إنها سرقت حاجات إليسيا اللي بدأت تضيع، لكن باتريك كالعادة بيدافع عنها وبيقول لإدوين ما يتهمش حد من غير أي دليل. بينه وبينكم يوميل كان لازم تلقن الأمير الغبي ده درس من زمان وترميه بعيد، لكنها في الآخر بتقرر تكتشف مين اللي بيعمل المشكلة دي عشان يمنع إليسيا إنها تفضل في المدرسة. وبتكتشف في الآخر إن واحدة من أتباع إليانورا هي اللي بتعمل المشاكل دي، وساعتها بتروح تواجه إليانورا، لكن طريق مراقبتها كانت غريبة من كل النواحي. يوميل بتقول لإليانورا إن لو الخبر ده اتعرف هيأثر على نظرة إدوين ليها. وبعد ما واجهت إليانورا بتشرح الموقف كله لباتريك حبيب القلب، وبتقوله إنها كانت ممكن تبقى زي البنت دي لو الأمور ما بدأتش كويس معاها. بعد شوية يوميل بترجع أوضتها وهي بتفكر لو هيكون عندها يوما ما شريك رومانسي. يظهر إن الظلام كمان بيحس بالوحدة أحيانا. بعد كام يوم إليانورا عشان تخبي عن الفعل اللي عملتها بتبدأ تتبع يوميل زي الكلب الضايع. يوميل بتحاول تتخلص منها، بس ده بيرجع بنتيجة عكسية، وإليانورا بتبقى أكثر ودا. وصراحتها الوحشية خلت إليانورا عايزة تبقى صاحبتها أكتر.
بصراحة دماغ البنت دي لازم تكون متوصلة غلط. يوميل بتقول لباتريك إنها مش هتروح حفلة آخر السنة، بس بتغير رأيها لما بتفتكر إن أليسيا المفروض تكون مع إدوين. فإليانورا بتظهر في الوقت المناسب وبتعرض عليها فستان للحفلة جامد جدا. تخيلوا البنت دي كانت عايزة تروح بالزي المدرسي، إزاي بقت غبية كده؟ بيروحوا أوضتها يختاروا فستان، بس كل اللي عندها فساتين عيالي. ريتا بتتحمس جدا ان يوميل هتروح حفلة، وبتعرض عليها انها تعمل لها مكياج وقصة جديدة. وفجأة بيوصل طرد من الملكة. يوميل بتلبس فستان حلو جدا في الحفلة، وباتريك بيتصدم لما بيشوفها وقلبه بيدق. ولسبب ما البنت دي لسه ما لاحظتش ان الواد ده بيحبها. غبية كفاية. إليسيا بتجري مع إدوين يبصوا على النجوم، بينما يوميل وباتريك بيرقصوا مع بعض في لحظة رومانسية. حد تاني جه يطلب من يوميل ترقص معاه، بس بترفض. وفي اللحظة دي بتخلي باتريك يحس انه اقل من الشخص ده. ومع اقتراب اجازة الربيع، باتريك بيطلب من يوميل تخرج معاه في موعد، بس بتقوله ان عندها حاجات اهم. وكسرت قلب الواد الغلبان ده يا عيني. وكده بنضمن لباتريك انه اتحشر في الفريند زون، فبيقضي باقي الاجازة يتمرن لوحده. ومع بداية الفصل الجديد، باتريك بيقابل يوميل وهي شايلة بيضة كبيرة، ولما بتفتكر انها مش ممكن تبقى اغرب من كده بتعمل حاجة مجنونة، بتقول عليها ابنها كمان. وبنعرف انه قبل الاجازة بنت اسمها جيسيكا جت تطلب من يوميل مساعدة. بلد البنت جيسيكا دي كانت بتتعرض لمضايقات من تنين، وكانت عايزة يوميل تساعدها. والاتنين بيروحوا يقابلوا ابو جيسيكا اللي بيشك في ليفل يوميل الحقيقي، ودي جراءة من واحد مش قادر يتعامل مع مشكلة تنين صغير. بتروح مع 2 حراس وما بياخدش وقت لحد ما بيقابلوا التنين الأحمر، وهناك يوميل بتهزمه بسرعة تحويزة الثقب الأسود. بس تنين ريح أخضر بيظهر، وبما إنها قوية كفاية بتهزمه هو كمان. وبتدخل كهف التنين وبتلاقي بيضة، وده بيشرح ازاي لقيت البيضة دي فعلا، بس ما بيشرحش ليه بتقول انها حامل وده ابنها. وباتريك العبيط يا عيني صدقها لما قالت انها هي اللي بيضتها. الواد ده فعلا الحب اعماه. بنكتشف بقى مع بعض في ظل هذه الاحداث ان البيضة دي في الاصل كانت مخصصة لإليسيا في اللعبة، بس دلوقتي يوميل سرقتها وبتخطط تستخدمها عشان تهرب لو اضطرت انها تعمل كده. بعدين إليسيا بتشوفها وهي شايلة البيضة، ودلوقتي شايفاها زي 2 شياطين بدل واحد. وما ان البيضة كانت هتفقس بيروح اوضتها، وباتريك كان بيترعش من الخوف من مجرد وجوده هناك اصلا. محتاج ينشف شوية. البيضة بتفقس اخيرا، ويوميل كانت بتخنق التنين الصغير دي بكل سادية وبتسميه ريو، وبيبدأ يحاول يقتلها، بس هي بتكون فاكراه بيلعب. وباتريك وريتا خايفين جدا واكيد بلوا هدومهم من الرعب. بقى مراهق وبقى بيخوف الكل، لكن إليانورا هي اللي بس قدرت انها تصاحبه. إليانورا المختلة قدرت انها تصاحبه رغم انه كان بيحاول ياكلها، لكننا عارفين من زمان انها مجنونة. بعدين سمحوا الريو يعيش في مخزن المدرسة، وبسبب تنين يوميل الكل رجع يخاف منها تاني زي الاول. وباتريك كان هيعترف بمشاعره وفاكر ان يوميل هتعمل نفس الحاجة اللي قبل كده وهترفضه وتكسر قلبه وهتحشره في الفريند زون. مش بس كده، يوميل المجنونة كمان بتقوله انها عايزة تطير على ريو، شكلها كده عايزة تبقى ام التنانين كاليسي، بس هي خايفة من الطيران ومحتاجة تتدرب. لكن في حركة غير متوقعة ريو بيضربها بحركة، وباتريك بيعرض يوديها للتمريض. وبعد كام يوم يوميل بتروح البلد وبتلاقي جاسوس من مملكة ريمليست بيقرب منها في مطعم. الجاسوس ده بيعرف نفسه باسم لونوس، وبيحاول يخفف المود انه بيطلب منها تطلب له اكل. وهنا بيقول لها انه كان بيراقبها وبيعمل بحث عنها بقاله فترة. لونوس بيطلب من يوميل تنضم لمملكة ريمليست عشان عايزينها تبقى جندية مدنية، وهنا بترفض وبيسألها ليه بتفضل في المملكة دي اللي بيرد فيها للتنمر. لكن ساعتها بتقوله انها ببساطة عايزة تهزم سيد الشياطين اللي مستنيه يظهر بعد 2 سنين.
فجأة يوميل بتلاحظ جنود بيدخلوا المطعم. الاتنين بيهربوا قبل ما الجنود يدخلوا عليهم، وفي طريق رجوعها يوميل بتدرك إنها بتحب باتريك أكتر مما كانت فاكرة، واخيرا بتعترف له وبتقول له انها عايزه تبقى صاحبته، بس الواد شايفها خلاص كصاحبه، وكده بتعمل الموقف المحرج تاني. بس خلينا ما ندخلش في التفاصيل. اليانورا بتيجي بعدين وبتطلب مساعده في المذاكره لامتحانات تعوديه، ويوميل بتوافق، بس بتكتشف ان اليانورا اميه تماما وما تنفعش في اي حاجه. بتستخدم حب اليانورا لإدوين وعشان تشرح لها، وده بيخلي الامور ابسط، وبفضل كده اليانورا بتنجح في الامتحانات. وبعدين يوميل بتطلب من باتريك يركب معاه على ريو، بس بيرفض لانه بيفضل يعمل دهليز لوحده عشان يرفع الليفل بتاعه. يوميل بتفتكر ان باتريك عنده حبيبة بيقضي وقت معاها، ويا ريت حد يصحي البنت دي بقى من غبائها لان انا ما بقتش مستحمل. تاني يوم باتريك بيطلب منها تقابل ادوين. الامير بيعتذر لها عن تصرفاته الواقعة من ساعة ما بدأت تدريبات ميدانية ليهم في المدرسة. يوميل ما كانتش مهتمة قوي لان شايفاه مراهق اهبل من غير اي نضج، وبتسامحه بعد ما بتسمع اعذاره الكتير عشان ما ياكلش دماغها، ومقابل عفوها عنه بتطلب منه يسمح لها تنضم للفرقة اللي هتهزم سيد الشياطين. وإدوين بيقول لها ايه اللي باتريك قاله عنها. وبعد كده رونالد بيقول ليوميل ان إليسيا عندها مشاكل في رفع الليفل بتاعها بسبب الثلاث شباب اللي دايما بيحموها. ويوميل ساعتها بتعرض على إليسيا تيجي معاها الدهليز، بس إليسيا بتجري. وتاني يوم الطلاب بيبدأوا يتكلموا ان إليسيا اختفت، وإدوين وشبابه بيفتكروا انها اتخطفت، وبالأخص ويليام لأن عمره ما استخدم خلية دماغية واحدة في حياته. إليسيا بتتشاف وهي بتتمشى في الغابة زي ما تكون تحت تعويذة. يوميل بتطير بريو وبتلاقي إليسيا ماشية زي الزومبي. إليسيا ما كانتش فاكرة أي حاجة، وبتقول ليوميل إن ده حصل كام مرة قبل كده، وبتحس ان في قوة بتخليها تعمل الحاجات دي غصب عنها. فيوميل بتكتشف ان إليسيا بتعمل بالظبط اللي قصة اللعبة عايزاها تعمله عشان توصل للنهاية. انا كنت حاسس ان شخصيات اللعبة دي فيها مشكلة. يوميل بتحتفظ بالنظرية دي لنفسها، وبتقول لإليسيا ان تصرفاتها اللاواعية هتقف قريب. إليسيا بتقرر ترجع الأكاديمية، لكن يوميل بتسحبها لدهليز عشان ترفع الليفل بتاعها. وللأسف يوميل مش بتخلي حد يرتاح من ابتسامتها الشيطانية. أكيد إليسيا كانت بتصرخ جواها من الرعب، وريو بيخوف الحراس اللي بيحرسوا مدخل الدهليز، وده بيخلي البنات يدخلوا. وهناك إليسيا بتندى على جدتها لما بتشوف الوحوش، بينما يوميل بتقف تبصلها وبتستغرب ليه الناس فاكرين إنها سيد الشياطين. وهناك يوميل بترشدها في الدهليز ده، بينما إليسيا بتعاني. لحسن الحظ البطلة بتقدر ترفع الليفل وبتتعلم تعويذات جديدة. بيوصلوا للدور ال50 اللي فيه زعيم الدهليز. يوميل بتضطر تساعد في النهاية، وبياخدوا الكنز وبيخرجوا من الدهليز خالص. وهنا إليسيا بتشكرها لحد ما يوميل بتصدمها، وبتقولها ان هم هيعيدوا الدهليز ده تاني لحد ما تقدر تهزم الزعيم. وبعد محاولات كتير إليسيا بتقدر تهزم الزعيم فعلا، وبتاخد سيفه النوراني كجايزة. ولما بيخرجوا بنشوف ان إليسيا كانت قريبة جدا من الموت، وحتى كمان بدأت تشوف جدها اللي مات من 5 سنين. وده اللي بيحصل لما بتقضي وقت مع مستخدمة سحر اسود عنيفة. بيحاولوا الاتنين يقربوا من منطقة سيد الشياطين، بس اللعبة بتعمل ضباب كثيف بيمنعهم يدخلوا لحد الوقت المناسب. فبيرجعوا الأكاديمية، وإليسيا بتلتقي ب3 من رجالتها، ويوميل بتدي باتريك رمح الريح اللي جابته من الدهليز. وفي اللحظة دي الشباب بيعترفوا بيها وبيشكروها عشان أنقذت إليسيا. إليسيا بتوريهم مهاراتها تاني يوم، وده بيخلي إدوين وشبابه عايزين يتمرنوا أكتر. يوميل بتفكر توديها لدهليز أصعب، لكن باتريك شايف إن ده هيكون خطير عليها. فأليسيا وأصحابها بيقضوا اليوم يتمرنوا عشان يبقوا أقوى، بينما يوميل بتبصلهم. وراجل غريب بيقرب من يوميل وبيطلب منها تساعده في تجربة. بيحط كلبشات مضادة للسحر على ايديها، وبتنجح تحجم قوتها.
وساعتها بيندى على أتباعه اللي مستخبيين في الفصل عشان يساعدوه يقتلوها، لكنها بتكسر الكلبشات بقوتها. وإيه نوع التدريب اللي كانت بتعمله هي صغيرة عشان يخليها قوية فشخ للدرجة دي؟ مجموعة القتلة دول بيتخدوا للحجز، وبعد ما بيتم التعامل معاهم رونالد بيقول لها تخلي بالها أكتر لأنها لسه ممكن تكون في خطر. بالليل قاتل فعلا بيحاول يقتلها تاني، لكن جسمها بيطلع قوي جدا، وهي بتتكلم مع باتريك عن محاولات القتل بتمنع سهام كانت جاية عليهم، وبتخلي الجاني يترعب وبتتعامل معاه. بتروح بلد متخفية عشان تحمي باتريك وطلاب تانيين، فبتقابل واد صغير شعره اسود مش بيلعب مع العيال التانيين، فبتحاول تقنع الواد ده يصاحب عيال، لكن مجموعة قتلة بيقربوا منها وزعيمهم بيبدأ يترجاها على حياته الرخيصة. أول ما يوميل بتمسكه انت متعرفش انت بتحارب مين ولا ايه، لكن يوميل ما قدرتش تجيب معلومات منهم بعد التحقيق فبتسلمهم للشرطة. في أوضتها بتلاحظ ان ريتا كانت بتسمم الشاي بتاعها من فترة، وهي اللي للأسف ورا هجمات القتلة دول. من كل الناس ما كانتش متخيلة ان الخادمة الشخصية بتاعتها تكون غبية للدرجة دي. ريتا بتقول لها ان عملت كده لان ابو يوميل اخد اختها رهينة، وساعتها يوميل وريتا بيروحوا قصر دولنيس عشان ينقذوا اخت ريتا. وبعد كده بتروح تواجه اهلها، وبتكتشف انهم عملوا كده لانهم فاكرين انها خدتهم وانحازت للملك. وساعتها بس بتدرك ان اهلها ميؤوس منهم وما ينفعوش في اي حاجة، فبتاخد إدارة إقليم دولنيس وبتبقى الكونتيسة. وأهلها بيرفضوا في الأول بس ما كانش عندهم خيار بعد ما عملت ثقب أسود، وبعد كده بتبلغ الملك بقرارها إنها توقف التمييز ضد اللي شعرهم أسود. وأثناء محاولاتها المستميتة إنها تدور على خليفة بتطلب من باتريك يبقى ابنها بالتبني. بجد البنت دي جت منين؟ مهرجان يوم تأسيس المملكة بيجي والملك بيعلن عن قدوم سيد الشياطين، فبيعين أدولف وإدوين ومجموعته بما فيهم يوميل عشان يتعاملوا مع قوات سيد الشياطين. وبالليل باتريك بيقول ليوميل اللي كان بيتمرن في الدهليز. واخيرا بيتم حصول لحظة رومانسية بين الاتنين الاحباب. مع بداية الفصل الجديد جيش سيد الشياطين بيبدأ غزوه، ويوميل مع إليسيا وابطالها بيركبوا ريو وبيروحوا قصر سيد الشياطين. باتريك جون سنو بيدي حبيبته ام التنانين تعويذة عشان تحميها وتبقى في امان. يا على الحب وحلاوته. هو من ناحية تانية بيقود كتيبة وبيواجه جيش سيد الشياطين، ويوميل والباقيين بيقربوا من القصر، وبعدين بتبعت ريو لباتريك عشان تمنعه يقع تحت سيطرة سيد الشياطين. جوه القصر بقى إليسيا واتنين من أبطالها بيتخطفوا، بينما يوميل بتقدر تنقذ نفسها وإدوين. المعركة لسه ما بدأتش، بس البطلة بتوري قد إيه هي هتبقى ما ينفعش في الموضوع ده. سيد الشياطين بيظهر ويوميل بتقدر تحرر أصحابها. المعركة الحامية بتبدأ من غير أي تأخير وكانت قوية جدا. سيد الشياطين بيطلع خصم قوي ويستحق الاحترام، فبتضطر يوميل تواجهه واحد لواحد، وبتفتكر ان البطلة دي ضربت يمين وشمال وداعا لكونها الشخصية الرئيسية. سيد الشياطين بيستخدم أليسيا كرهينة وهو بيحارب، بس لحسن الحظ يوميل بتقدر تحررها، ويوميل بتكسر الخوذة بتاعته وبيظهر وش إنسان. سيد الشياطين بيقول لهم إن ساعد الملك الأول في بناء المملكة دي، بس الملك خاف من قوته وخانه واتنفى بعيد لبلد في نص الصحراء، واتختم بعد ما شن حرب على البشر. المعركة بتكمل وسيد الشياطين بيستدعي ثقوب سودا كتير. يوميل بتهزمه في النهاية، لكنه بيشكرها عشان اديته النهاية اللي كان يستحقها. وفجأة إليسيا بتطعن يوميل بسبب اللعبة اللي بتجبرها تعمل كده. إدوين والباقيين بيحاولوا يمنعوها تكمل، ويوميل بيتم إنقاذها بتعويذة الحماية بتاعتها، وبتقنع الباقيين إن إليسيا كانت ملعونة من سيد الشياطين.
وطبعا الشباب الأغبياء بيصدقوها. في النهاية إدوين بيعترف بحبه لإليسيا وده بيكسر اللعنة، وبعد كده الكل بيحارب باقي جيش سيد الشياطين، وباتريك الغريب بيوصل لريو. بعد لحظات بيرجعوا يلاقوا اليانورا بتعتنوا بالجرحى، وبعد الاحتفال يوميل وإدوين بيشرحوا للملك اللي حصل قبل ما يرجعوا لحياتهم في الأكاديمية. وبعدين يوميل وباتريك بيروحوا لدهليز جديد. وخلاص يا جماعة، شكرا انكم اتفرجتوا، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تشوفوا المحتوى اللي جاي. المحتوى اللي جاي كله دمار.